يا صباح الفل والورد والياسمين والنشاط وكل حاجة حلوة على أحلى متابعين في الدنيا. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البكاكين الفلاحي أو البكاكيم الفلاحي أو الكماج زي ما بتسموه. كل بلد بتختلف عن التانية في اسمها للعيش ده، بس في كل الأحوال هو حاجة كده طعمها تحفة. العيش ده حلو جدا جدا، اقتصادي موفر مغذي، طعمه وريحته حاجة كده في منتهى الجمال. ريحته حلوة جدا جدا وطعمه حاجة كده خطيرة. هقول لكم طريقتي في عمايل البكاكين الفلاحي، وبإذن الله تعتمدوها وتعجبكم قوي قوي. العيش كله منفوخ ورافع في الفرن، مفيش ولا واحدة صفطانة ولا واحدة مبلطة، والعيش طعمه زي العسل، ريقه حلو جدا جدا وطعمه يجنن في السندوتشات. هعمل كده معاكم في اخر الفيديو سندوتش جبنة، بجد طعمه كان رهيب. الكمية دي كلها خلصت في يوم، فعايزة اقول لكم الطعم يجنن. شايفينه منفوخ ولونه ابيض، ومفرغ من جوه وطعمه جنان بجد. متأكدة انه هيعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك الفيديو ده لو عجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. اول حاجة انا معايا 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم انخل الدقيق كويس جدا جدا. وبعدين هضيف عليه 3 معالق كبار من السكر بمعالق الاكل، وكمان معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية، واقدر استخدم خميرة بيرة اللي هي الخميرة البلدي. وكمان هحط ربع معلقة كبيرة كده من الملح، واقلب المواد الجافة كويس قوي قوي مع بعض. وكمان هضيف معلقة كبيرة مليانة كده من الزيت، زيت الاكل العادي. لو انتي مش حابة تضيفي زيت، ضيفي معلقة من السمنة، زيت او سمنة اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وبعدين هعجن العجينة دي كويس جدا جدا بحليب. خلاص. لو انتي عندك لبن رايب اعجني بيه. تقدري تضيفي لبن على مية. المهم العجينة دي يكون فيها لبن، يعني لازم يتضاف فيها لبن، ما ينفعش مية بس لوحدها. هعجن بقى العجينة دي حلوة قوي قوي لحد ما توصل معايا وتبقى ناعمة بالشكل ده. هفردها وابدأ ان انا اقطعها. العجينة انا ما سبتهاش ترتاح، كورتها على طول، وبعدين هسيب الكور دي هي اللي ترتاح. تمام، يبقى احنا اشتغلنا في العجينة على طول، وبعدين هبدأ ان انا اسيب الكور ترتاح. طبعا كمية السوائل اللي في قلب العجينة مفيش مقدار معين للسوائل، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل. فانا بضيف اللبن شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى طرية زي ما انتم شايفين كده. هجيب الطبق اللي انا بدأت اعجن فيه وارش فيه رشة دقيق، وابدأ احط الكور واغطيها بفوطة، واسيبها لمدة نص ساعة تخمر ويتضاعف حجمها مرة كمان. نص ساعة بس كفاية قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هبدأ ان انا افردها بقى عشان نعمل العيش. برضو هجيب رشة دقيق، بس رشة دقيق تبقى خفيفة قوي قوي على الرخامة، بلاش نكتر دقيق عشان لون العيش يبقى حلو. رشة خفيفة من الدقيق وابدأ ان انا افرد بايديا. حابة تستخدمي النشابة استخدميها، مش حابة استخدمي ايديكي، وهيتفرد معاكي بمنتهى السهولة. وبعدين هبدأ ان انا افرده بسمك وسط. البكاكين الفلاحي مش بتبقى رفيعة قوي، يعني بيكون ليها سمك. خلاص. وبرده مش تخينة عشان ما تبقاش قرص، بيكون ليها سمك بس بسيط. تمام، زي ما انتم شايفين كده. ببدأ ان انا افردها، وحلوة قوي الحجم بتاعها ده. حابة تكبريها كبريها، حابة تصغريها صغريها، ده حسب حجم الكرة. رشة دقيق وابدأ ان انا افردها واحطها على صاج او قماشة نظيفة، مرشوشين رشة بسيطة من الدقيق، واسيبها تخمر لمدة ساعة. بسيبها تخمر يا جماعة لمدة ساعة. التخمير في المرحلة التانية دي مهمة جدا علشان العيش يبقى لونه موحد وواخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بسويه على اعلى درجة حرارة، سواء فرن جاز او فرن بوتاجاز، لازم النار تكون عالية جدا جدا. وحركه كل شوية كده عشان ياخد لون موحد من على الوش، وبعدين نطلعه. الرغيف ما بياخدش دقيقة واحدة في الفرن، وبعدين بنطلعه بالشكل الجميل ده. شايفين بقى شكل العيش عامل ازاي؟
مفيش ولا واحدة صفطانة، مفيش ولا واحدة مبلطة، كله عالي في الفرن عشان خمران كويس وعشان العجينة مظبوطة وماشيين خطوات العجن مظبوط. العيش ريقه وطعمه زي العسل، هيبقى حلو جدا جدا في الفطار وفي العشاء جنب اي حاجة، طعمه يجنن. لو عملتي بيه سندوتش جبنة، سندوتش طعمية، بشوية سلطة كده، حاجة كده عظمة. حلو قوي يا جماعة وموفر جدا واقتصادي مقارنة باللي بنشتريه من بره. وهو دوت الكماج على اصوله. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي؟ وطعمه بقى خطير. جربوه، متأكدة انه هيعجبكم. انا عملت بقى كده سندوتش جبنة مع كوباية شاي بلبن، وكان احلى فطار. طعمه كان حلو جدا جدا في اي سندوتشات. يعني عملت سندوتش فول وسندوتش جبنة وسندوتش طعمية بسلطة، وكان بجد طعمه في منتهى الجمال. طعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم وانا متأكدة. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ ولا الطعم بقى حاجة كده خطيرة. لو انتي مثلا هتعملي كمية كبيرة عشان مسافرة عمرة او مسافرة او هتبعتيه لحد، فطبعا تقدري تحطيه في اكياس وتعينيه في الفريزر وتطلعيه على التسخين على طول، تحفة.